مصر فيها واحد من أغرب 3 متاحف في العالم، هو متحف الأجنة المشوهة. المتحف ده بيضم مجموعة نادرة وغريبة جدًا من الأجنة البشرية، تشوهات خلقية محفوظة في عبوات زجاجية. طيب إيه قصة المتحف ده؟ سنة 1932 جمّع دكتور النسا الشهير نجيب محفوظ، بالمناسبة ده غير الأديب المعروف نجيب محفوظ، حوالي 3000 عينة لأجنة مشوهة، وقرر يهديها لكلية طب القصر العيني فأنشأوا بيها المتحف ده. والسؤال هنا، ليه الدكتور نجيب جمّع العدد ده من الأجنة؟ دكتور نجيب في بداية حياته كطبيب كان دكتور تخدير، لكن أثناء عمله في إحدى القرى شاف حالات ولادة متعثرة انتهت بموت الأم والجنين، فقرر يغير تخصصه لتخصص النساء والتوليد. في البداية المجتمع كان رافض فكرة وجود راجل في المجال ده، لكنه ما يئسش وكمل في المجال لحد ما وصل للعالمية، وأثناء شغله جمع آلاف الأجنة المشوهة والغير مكتملة النمو، وقرر حفظها في عبوات زجاجية مخصوصة استوردها من فرنسا لغرض الدراسة ومعرفة أمراض وتشوهات الأجنة. المتحف موجود حاليا في مستشفى المنيل الجامعي بعدد 1300 جنين مشوه عمرهم أكثر من 90 سنة.